هو اللي راح في الشمال، واكيد هيتبادل المواقع. وادي واحده ما فيهاش تسلل، استلام من احمد جعفر، ماشي جعفر، ماشي جعفر، عرضيه والهدف. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، حسين ياسر المحمدي في الدقيقه في الدقيقه الاولى. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، في الدقيقه الاولى من المباراه حسين ياسر المحمدي زي ما قلت خلى البساط احمدي في البدايه. اعتقد انه اسرع هدف في التاريخ ولقاءات الكاس بين الاهلي والزمالك. كوره جميله فيها اوفسايد ما فيهاش اوفسايد هنحلل، لكن ادي احمد جعفر وادي العرضيه وقطع وحلوه حلوه حلوه. يا ولد يا ولد يا ولد، احمد جعفر صبر وحط، وجميله جميله جميله في الدقيقه الاولى، في الدقيقه الاولى من زمن المباراه. والهدف الاول للعيب الكبير قوي 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 ياسر. تريكا بيلعب حدها بعيده قوي، دي عايزه رفعه، دي عايزه رفعه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا شريف عبد الفضيل، يخرب عقلك يا راجل. ايه ده؟ ايه المدفع ده؟ ايه الصاروخ ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ تسديده منتهى القوه، منتهى العظمه، منتهى الاتقان. روعه 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 روعه. لسه ما كملتش كلامي، قلت الان وحتى الان. شفت الاول استلام من بركات، يلم ده احمد حسن، خطيره على الصدر، وهوبا والهدف. الله عليك يا فضل، الله عليك يا فضل. روعه. هتعمل ايه يا عبد الواحد يا ابني؟ ما عندكش بخت يا ابني، الخط الدفاعي مفتوح تماما. وده اللي انا قلت حسام حسن لازم يصحصح في هذا التوقيت. حسام حسن لازم ياخد باله، لازم يرقب صدع خط ظهره المفتوح تماما. خلي بالك، ادي اللمه واحمد حسن المعلم في اتجاه ابو تريكه، تعدي من ابو تريكه يروح لها فضل في غياب فتح الله وغياب الصفتي، يحطها عكس اتجاه عبد الواحد السيد ويركنها جميله ويركع يقول يا سلام عليك، هذا يا فضل من فضل ربي. جميله. احمد حسن وش رجله الخارجي، ابو تريكه لم وعملها حلوه، ارتدت رجعت، لكن يا سلام عليك يا محمد يا فضل في المكان والزمان. استلام شريف عبد الفضيل بيأدي اداء الحقيقه ممتع شريف وهوبا والهدف الثالث. قالت معاك يا ابو تريكه، وجت فيك يا ابو تريكه، عيط وابكي زي ما انت عايز، بالاحضان يا حبايب يا قرايب، بالاحضان. حلوه قال الشريف عبد الفضيل، لقت راس ابو تريكه، اللي عايز يلعبها ما لعبهاش، واللي مش عايز لعبها. هي دي الكوره، لكن وقفته حلوه وتكته حلوه ولمسته حلوه، التلاته حلوه. يا سلام، عدى شريف، شاط شريف، قال الشريف، حط ابو تريكه راسه جوه المرمى. والهدف الثالث وفرحه البدري محمد ابو تريكه في الدقيقه 7 من زمن الشوط الثاني، الهدف الثالث للنادي الاهلي. قلت لحضراتكم الجواب بيبان من عنوانه، وقلت لحضراتكم مع خروج ابراهيم